فيلمنا بيبدأ مع الصحفيين وهم بيقولوا إن لعبة المصارعة في الهند ما بقتش واخدة حقها، وإن مفيش حد في الهند بيشجعها، واللي كانوا بيمولوا المشروع ده خسروا فلوسهم كلها. وبنروح للاكاش صاحب الفكرة وهو بيصبر الممولين على خسارة فلوسهم، وبيقول لهم أنا مش عارف ده حصل إزاي، وإن لعبة المصارعة دي كانت لعبة مربحة على مستوى العالم، إزاي تخسر كده؟ فبيقول لهم ادوني مهلة 6 شهور وكل حاجة هتبقى زي الفل. فواحد من الممولين بيقول له انت بقالك سنتين وخسرتنا فلوس كتير واخرك معانا ال6 شهور دول، وبنشوفه وهو قاعد زعلان. وابوه بيخش عليه ويقول له في ايه مالك؟ يقول له ما قداميش الا 6 شهور بس ولازم اقف على رجلي تاني. ابوه بيقول له لما بطل هندي يهزم بطل من الغرب اللعبة دي هتاخد حقها، والمدرجات دي هتتملي كلها بالناس. فبيقول له انت اكيد بتهزر، مين البطل الهندي اللي يقدر يكسب بطل اجنبي؟ قال له مفيش غير انسان واحد، هو سلطان. وبيحكي له عن مهارات سلطان وقوته الغير عادية. وبنروح لسلطان وبنلاقيه الحمد لله محافظ على نفسه، وماسك 4 5 تنفار عمال ينفض فيهم، بيمسك الأول في التاني في التالت وعمال يرزعهم في الأرض. وأبو لكاش كان قاعد بيتفرج عليه، لكن الأحداث اللي انتوا شايفينها دي كانت من فترة. لكن سلطان دلوقتي حزين جدا وحالته النفسية سيئة للغاية. وبنروح لسلطان وهو خارج من البيت ورايح لشغله، وبنعرف إنه وحيد وزعلان من الدنيا، بس الناس بتحبه وبيحب يساعد الناس. وبيوصل للشغل وبنلاقي أكاش وصل لحد عنده، وأكاش بيشوفه وما بيقتنعش بيه، وبيقول لأبوه ده فيستك يا حاج ومش هينفع معانا في حاجة. بس في نفس الوقت بيجي جرار وبيجرس في الأرض، والكل بينادي على سلطان اللي بيجي وبيرفع الجرار بكل سهولة. وهنا أكاش بيتأكد إن الراجل ده مش شخص عادي، وبيقعد مع سلطان وبيعرفه بنفسه. وبنعرف إن سلطان يعرف أبو أكاش، ولما بيعرض عليه العرض إنه يصارع في البطولة بتاعته بيرفض ويقول له أنا اعتزلت من زمان ومش راجع تاني. فبيقول له هديلك اللي أنت عايزه وما تقلقش من ناحية الفلوس. فبيرد عليه سلطان ابوك لو مش راجل محترم انا كنت فلقتك نصين. ويروح اكاش لصديق سلطان ويقول له ايه اللي خلى سلطان وصل للحاله دي، وازاي اقدر ارجع سلطان المصارعه تاني، هو الامل الاخير ليا. فبيقول له انه هيرفض رفض تام، ويبدا يحكي له القصه. وبنرجع بالزمن لورا لما سلطان كان عنده 30 سنه، وبنشوفه هو عديم الفايده في الحياه ومع صديقه غوفا عديم اللازمه برضه. وبيجي واحد ويقول سلطان تعالى نتراهن اللي يمسك الطياره الورقه دي الاول، ولا انت خلاص عجزت؟ فسلطان بيقول له انا قبلت الرهان، بس لو كسبتك هتدهن وشك بالطين وتركب حمار بالمقلوب وتمشي بيه في وسط البلد. فبيقول له ماشي يا معلم يلا بينا. وبيبداوا بيجروا على السطوح بتاع البيوت لحد ما سلطان بيخبط في موتوسيكل بالصدفه وبيقع هو وصاحبه على الارض. فبيضربه بالقلم وبيقول له مش تفتح ياض، بتطلع بنت زي القمر واسمها ارفا. وبترد له الضرب وهو واقف مسهم مبهور بجمالها، وهي عماله تضرب فيه وهو سرحان لحد ما بيجي صاحبه وبيتضرب هو كمان. فبياخده وبيمشي، بيلاقي صاحبه جاب الطيارة وهو خسر الرهان، فبيركب الحمار وبيلف بيه البلد. والظاهر كده أبوه مش طايقه وبيروح لجدته بيقول لها إنه لقى حب حياته خلاص، وإن هي ضربتني وعينيها كلها سحرتني. فبتقول له روح يا ابني اعترف لها بحبك ويعرض عليها الجواز بسرعة. وصاحبنا ما بيكدبش خبر وبيروح لها وبيلاقيها في فرح. بالصدفة بيعرف إن الفرح اللي هو فيه بتاع صاحبه، فبينزل وبيدخل الفرح أي مصلحة والسلام. وبيلاقيها بتغني وبترقص، بيدخل هو على الله حكايته وبيغنوا وبيرقصوا مع بعض. وفي الآخر بتطرده من الفرح. وتاني يوم بيعرف إنها بنت المصارع بركات الضخم، ولما بيروح بيكتشف إن هي كمان بتلعب مصارعة، لا وبطلة مصارعة محلية كمان. يا ساتر يا رب. وبيقول لصاحبه أنا مش هتجوز غيرها. فبيقول له إزاي يا عم أنت مش شايف بتعمل ايه في الناس؟ فبيقول له لا الواحد ما ينفعش يتجوز دكتوره ولا مهندسه، لازم يتجوز مصارعه زي دي. ونشوفه هي ماسكه الواد وحاطه عليه وبتكسب في المسابقه، وبيروح لها وبيقول لها انا بحبك جدا وعايز اتجوزك. فبتقول له بقول لك يا روميو انا مش هتجوز غير واحد بس من المصارعين زي فعلا، طريق السلام انت عشان ما اخليش ابويا ينفخك. وبنلاقيه رايح لابوها بيقول له بص يا عم الحاج انا عاوز ابقى جون سينا واسمع مني انا هاخد الميداليه الذهبيه. بيقعد معاها وبيقول لها هو ازاي قمر زي كده بيلعب مصارعه؟ فبتقول له انا ابويا كان نفسه يخلف ولد عشان يعلمه المصارعه ويكسب بطولات، بس انا اللي اتولدت، امي لما ولدتني ماتت وابويا ما تخلاش عني وعلمني واهتم بيا، وعلشان كده قررت اني احقق حلمه واكسب ميداليه ذهبيه، فخلي بالك من نفسك بقى. وبيقوموا يرقصوا ويغنوا سوا وبيقعوا في حبها اكتر واكتر. وفي يوم بيعزمها على العشاء والمره يعرفها على صاحبه. واول ما بتقعد وفا بيقول لها تشربي ايه يا مرات اخويا؟ فبتقول له مرات اخوك يالا مين اللي قال لك كده ومين اللي قال لك اني بحبه اصلا؟ فبيقول لها انا اللي قلت انك حبيتيني، احنا كل يوم بنخرج مع بعض وبنضحك وبنهزر وبنعمل كل حاجه سوا. فبترزعه بالقلم بتقول له احنا مجرد اصدقاء. وصاحبنا بياخد القلم وبيتصدم وبتقول له عشان خرجنا مع بعض 4 5 ايام يبقى كده انا هحبك وهموت فيك. وبتقول له بص وفوق لنفسك وشوف انت ايه وانا ايه، انت اراجوز
بتضحك الناس، انا بطلة اولمبية وحتى مالكش هدف في الحياة. وبعد كده ملمحش وشك تاني. وسلطان قلبه بيتكسر وبيتحرق جامد قدام صاحبه. ولما بيرجع البيت بيكون مجروح وقلبه مكسور وبينسى كل حاجة ويشتغل مع ابوه في الزراعة. وابوه بيروح له بيقول له مش علشان بنتي تحزن الحزن ده كله، وبقول لك ايه، ورا كل رجل عظيم امرأة ناجحة، ورا كل راجل فاشل برضو امرأة. وبيقول له لازم تتعب وتجتهد عشان الناس تحترمك والبنات دي تجري عليك. ومن هنا يا معلم بنلاقي سلطان راح لابوها وبيقول له انا عاوز اخش البطولة المحلية. فبيقول له انت بتقول ايه يا عم، انت ده اللي داخلين فيها بيتدربوا من سنين، وانت يا ابو 8 ايام انت جاي تقول لي عايز اخش؟ وعرفه بتشوفه وبتطنشه. فبيقول له هات لي بتوع السنين دول واواجههم، ولو انتصرت عليهم تدخلني البطوله. فبيقول له رغم انك مجنون بس ماشي تمام. وبنشوف المعلم وهو بيتضرب ضرب ما خدوش حمار في مطلع، وفي الاخر بيخسر. لكنه بيقول له استناني بعد شهر في نفس المكان ده عشان انا لازم اعمل مكانه محترمه لنفسي واندم اي حد قلل مني. وبيقرر انه يدرب نفسه بنفسه ويعمل تدريبات قاسيه جدا، بيحرث الارض بنفسه وكمان بيجري مع القطر وبيشد جرارات، وبيروح له مدرب على قده وبيدربه شويه حلوين وبيفهموا اسلوب المصارعه دي. وطول الوقت سلطان بيكون مليان بالعزيمه والاصرار. وبنلاقيه نازل حلبة ابو عرفه، وعرفه بتكون موجوده، وبيدخل وبيبدا يكسب كل واحد موجود قصاده في القتال. وبيروح له وبيقول له دخلني بقى البطوله. فبيقول له انت داخل البطوله وكمان هتكسبها يا بطل. وبنروح البطوله وبنشوف عرفه وهي في مواجهه وبتكسب. وبيجي بعدها سلطان الوحش بتاعنا وبيخش الحلبه وبيكسر عظم المنافس وبيكسب اول جوله. لكن ابو عرفه بيتصدم لما بيعرف ان سلطان قرر يتحدى واحد قد وزنه مرتين واقوى منه بكتير. فبيروح له في الاستراحه وبيقول له ايه المهزله اللي انت بتعملها دي؟ انت لسه بادئ المصارعه من 3 شهور وعاوز تتحدى اقوى منافس فيها؟ انت بتهزر ولا ايه؟ انت لو خسرت ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك، ولو خسرت هتتمنع من اللعب نهائي وهتبقى اضحوكه للناس كلها. وبيسيبه وبيمشي. وبنلاقي عارفه داخله عليه وبتقول له العناد اللي انت فيه ده وايه اللي انت بتعمله؟ فبيقول لها ما انت عارفه اللي انا فيه، حبيت واحده وجرحتني وهانتني وافتكرت اني اراجوز وقللت مني. وبص يا بنت الناس، انا مش داخل التحدي ده علشان حد، انا داخل التحدي ده عشان اغير من مكانتي بين الناس واخليهم يحترموني. ويسيبها ويدخل التحدي مع واحد زي الشحط وبيمسك سلطان وبينزل فوقه ضرب والكل بيزعل عليه. وفي الاستراحه بيبداوا يشجعوا سلطان من تاني وبيرجع للحلبه وبيعمل له القضيه وبيكسب والكل بيكون فخور بيه، حتى عارفه اللي بتروح له وبتبارك له وبتعتذر ليه. بيقول لها ما تعتذريش، لولاكي ما كنتش بقيت كده والجمهور ده كله بيحبني. فبتقول له تتجوزني؟ فبيوافق على طول وبيحضنوا بعض وبيعملوا الفرح بتاعهم ويكونوا مبسوطين وبيعيشوا حياة جميلة. وبنروح المستشفى والدكتورة بتقول له مبروك ابو السلاطين، عارفة حامل وبيفرح جدا. لكن عارفة لما بتخرج بتكون زعلانة قوي، بتبص لحلمها اللي كانت عاوزة تحققه. وابوها بيجي ويقول لها مش قلتلك تخلي بالك كل السنين دي اللي كنت بدربك فيها عشان تاخدي الميدالية الذهبية وتحققي حلمنا؟ كل ده يروح هدر؟ هتصارع ازاي وانت حامل؟ فبتقول له بص في عينيه هتلاقي الفرحة بتنط من جواها. سلطان يا بابا هو اللي هيجيب الميدالية الذهبية واكيد هيحقق حلمنا. وبتبدا هي وابوها يدربوه وبتعدي فتره وبتكون قربت على الولاده، وسلطان بيخش البطوله على الميداليه الذهبيه اللي هي حلم عرفه وابوها كمان، وبيكسب الميداليه الذهبيه في الاولمبياد وبيرجع على القريه. لكن بيرجع مغرور جدا ومتكبر وما بيديش اهتمام لحد ولا لعرفه ولا لابوها. وبيرجع وبيبدا يتشهر وبيعمل اعلانات. وابو عرفه بيقول له عاوزك تشترك في مسابقه محليه على قد كده باسم النادي بتاعنا. بيقول له انا سلطان البطل ما لعبش مع اي حد على التراب. وهنا بيتاكدوا وقتها ان غرور ركبه وبقاش سلطان بتاع زمان. وصحفي بيوقفه بيقول له النجاح خلاك مغرور ومتكبر، فبيضربه بالقلم وبيمشي. ولما بيرجع للبيت وبيقعد يتعشى مع مراته بيقول لها انا عاوز الطفل يكون ولد عشان يكمل مسيرته. فبتقول له انت بقيت مغرور قوي يا سلطان. فبيقول لها دي ثقه في النفس لكن مش غرور. فبتقول له بلاش تروح بطوله العالم دي عشان انا ممكن اولد خلال الاسبوع ده ومحتاجاك تكون جنبي. ما بيهتمش لكلامها وبيمشي. وبعدين بنلاقيه في البطوله ومراته بيبان عليها التعب، فابوها بياخدها وبيروح المستشفى. فعارفه بتولد في حين ان سلطان كان بينافس في البطوله وبيكسب ومكمل في غروره. بعد كده بيعرف ان عارفه ولدت زي ما كان عاوز بالظبط وجابت ولد. لكن لما بيروح بيلاقي واقفه حزينه وتقول له مبروك انت بقيت بطل العالم، مبروك على ابنك اللي سبته يموت بسبب اننا كنا محتاجين دم علشان كان بيصارع الموت وفصيله دمه نادره زي فصيله دمك، وما كانش في حد في القريه كلها ينفع يتبرع له غيرك. بس انت ما اهتمتش وسبت ابنك يصارع الموت لمده 18 ساعه. ابنك مات يا سلطان وانت جريت ورا احلامك ونسيت عيلتك. دلوقتي انت كسبت حلمك بس خسرت عيلتك يا سلطان. وبتقول له امشي انا مش عايز اشوف وشك تاني يا سلطان. وبيخرج هو مصدوم وحاسس بذنب كبير وبيروح للتمثال بتاعه وبيكسره. ومن هنا بيقرر سلطان انه يعتزل. وبنرجع تاني لسلطان في الوقت الحاضر بيكون لسه ندمان وحاسس بالذنب. وبنعرف هنا انه بيلم التبرعات دي علشان يعمل بنك للدم عشان يقدر ينقذ الناس والاطفال وما يحصلش معاهم نفس اللي حصل له. وبنروح لجوفه وبيكمل القصه لكاش وبيقول له ان جدته ماتت وكمان ابوه مات وعارفه رجعت تعيش مع ابوها
وسابته وبقى وحيد جدا، ويقول له إن كل يوم بيروح علشان يشوف أرفا من بعيد يمكن تحن عليه وترجع له تاني، لكنها ما بتديلوش أي اهتمام. بيقول له إنه بقاله سنين بيجمع تبرعات عشان يعمل بنك الدم ومحدش يحصل معاه نفس اللي حصل مع ابنه. وبيروح سلطان عند الوزير عشان يطلب منه مساعدة عشان يفتح بنك الدم، لكنه مطنشه بقاله سنين وبيطنشه المرة دي كمان. ولما بيخرج بيلاقي أكاش اللي بيقول له عاوز أتكلم معاك، فبيقول له امشي بدل ما أضربك. فبيتكلم معاه وبيجيبها له من ناحية العاطفة، بيقول له على الأقل هتجمع مبلغ تعرف تعمل بنك الدم اللي نفسك تفتحه، وبيسيب له الكارت بتاعه. وفعلا بيحن وبيروح لبيته وبيبص على كل اللي عمله من المصارعة، وبيروح لأرفا المكان اللي بتتعبد فيه وبيعتذر لها على اللي حصل، وبيقول لها ان المصارعة خسرته كل حاجة وهي برضه اللي هترجع له كل حاجة تاني. وبيعتذر من قلبه وبيقول لها ادعي ليا يمكن ما نشوفش بعض تاني، ويسيبها ويمشي وهي بتفضل تعيط. وبنشوفه وهو واخد شنطته وراجع الحلبة اللي عند بيت ابوها وبياخد شوية تراب من الارض، وبعدها بيسافر ويروح للاكاش الشركة بتاعته اللي بيكون فرحان برجوع الممولين لما بيشوفوا سلطان بيتريقوا عليه عشان عنده كرش وانه ما ينفعش ويمشي. وتاني يوم بيبدأوا التدريب بكل حماسة وشغف وشكلهم هيولعوا الدنيا. وبنروح لسلطان وهو في الافتتاح للبطولة مع باقي المنافسين، ويكون الافتتاح ده على التلفزيون ومراته بتبقى قاعدة بتتفرج عليه. وتشوفه بيجي سؤال من صحفي بيقول له هو انت هتطلق مراتك؟ فبيقول له احنا مش من عادتنا ان احنا نطلق، دول شوية مشاكل وخلاص وهنرجع للأحسن من تاني. وعارفة بتكون سامعة الكلام ده. وبيجي له سؤال تاني هو انت هتكسب البطولة دي ولا لا؟ فبيرد الخصم بيقول له لا مش هيكسبها عشان انا هكسر عظمه وابعت عظمه لمراته. فسلطان بيرد عليه وبيقول له هنشوف الحوار ده في الحلبة. وعارفة بتكون سامعة. وبنروح للنزال الاول ونشوف سلطان وهو قاعد والهند كلها بتتفرج عليه، والراعي الرسمي بتاع الحلل بتاعه والمدرب بتاعه كمان ما قدرش يجي معاه، لكن عرفة ما بتكونش مديه اهتمام وبتدرب الاطفال. واول جوله هيقابل فيها الواد السلعوه ده اللي قال له هكسر لك عظمك وابعته لمراتك. وبيقول معلم السلعوه ده بيديله شويه ضرب محترمين وعمال يتنطط قدامه زي القرد وبيصد كل ضربات سلطان، وعرفة برضه مش مهتمه. وفي النهايه بيكون هيقضي على سلطان، لكن الوقت بتاع الجوله الاولى بينتهي وبيتنقذ سلطان في اخر لحظه. وفي الاستراحه بيفتكر الضربات اللي كان الواد عمال يديها له وبيركز فيها شويه، وبيقوم له تاني في الجوله الثانيه وبيضربه وبيقضي عليه وبيخرج من الحلبه في استغراب لكل اللي موجودين. ابو اكاش بيقول له ما تقلقش ده خرج علشان هو متاكد ان الخصم مش هيقوم تاني، وفعلا بيقضي عليه وبيكسب اول منافس والكل بيهتف باسمه من تاني وبيكونوا مبسوطين. وبعد كده بيخشوا منافس تاني وبيكسبوا والكل بيبقى مبسوط برضه، لكن عارفة بتكون لسه ما اهتمتش بيه. وبيجي لها واحد من اعضاء النادي بيقول لها ابني عاوز يسمي نفسه سلطان وعاوزك تدربيه عشان يبقى بطل شبهه عشان هو بطل حقيقي. وفي يوم اكاش بيجي له علشان ينزل ويحضر معاه حفله عيد ميلاده، وهناك بيلاقوا بنتين بيقولوا له سيب مراتك واتجوزنا. بيقول لهم انا ما اقدرش استغنى عنها، وبيطلع يغني لها ويفتكر ذكرياته معاها. وهي بتلاقي صور انتشرت في كل مكان وشهرته رجعت من تاني وبترجع بذكرياتها هي كمان. وفي يوم بيرن عليها ولما بترد عليه ما بتنطقش بكلمه واحده وبيقفل وبيقوم يخش المنافسه مع الوحش ده، لكنه بيضرب سلطان جامد وبيكسر له ضلوعه اللي ما بيكونش قادر منها في الاستراحه. لاكاش بيقول له لو مش قادر ما تكملش، فبيقول له لا بعد ما عملت كل ده استسلم؟ انا ما بستسلمش. وبيرجع تاني للمنافس والمنافس بيستغل ان ضلع سلطان مكسور بيقع على الارض وبيبدا يفقد الوعي، وبنشوف في عينهم كلهم الحزن والياس. لكن فجاه بيتخيل ان مراته رجعت له وبتظهر قدامه وبتبتسم له كمان وبتشجعه، فسلطان بيقوم وهو فرحان وبينزل فوق المعلم التاني ده ضرب وبيقضي عليه في الحركه بتاعته المشهوره، وبيوصل سلطان للنهائي لكن بيقع على الارض مغمى عليه. وبنلاقي صاحبه بيرن على مراته بيقول لها سلطان عنده اصابه خطيره وهو في المستشفى. بتوصل للمستشفى وبتعرف ان سلطان لو دخل المنافسه الاخيره دي اكيد مش هيستحمل وهيموت. انت بتعمل كل ده عشان تبين حبك ليا وارجع لك. فبيقول لها لا اللي انا عملته كان بمزاجي، هو ما كانش ابنك لوحدك وانا كمان خسرته زي ما انت خسرتيه. قالت له انت هتخش الحلبه دي وهتكسب عشان هم ما يعرفوش سلطان الحقيقي اللي انا اعرفه، ومشد حيلك. وبيطلع للجمهور عشان يطمنهم عليه. وبنروح للمنافس الاخير اللي هيتحدد مين هو اللي هيفوز باللقب ده على مستوى العالم. مراته المره دي بتكون معاه وتشجعه وتقول له شد حيلك، وكل الناس بتبقى عارفه ان سلطان داخل عشان ينتحر وانه مش هيخرج سليم حتى لو كسب. ولاكاش بيمنعه انه يخش لكن بيصر انه يخش الحلبه، ومراته ما بتخشش وراه عشان ما تشوفوش وهو بيتعذب، وكمان المدرب بتاعه. واول لما بيخش بياخد ضرب بالهبل يهد جبال، والخصم بيركز على الضلوع المكسوره وبيضربوا فيها، والكل بيكون فاقد الامل حتى صديقه اكاش وابوه كمان. ومراته بتكون عماله تدعي لسلطان وبيتضرب وبيقع على الارض خلصان عليه ومش قادر يتحرك تاني وبيغمى عليه، وبتفضل مراته تدعي له وبيفتكر ابنه وبيفوق من تاني عشان يكسر الدنيا، والكل ما بيكونش مصدق حتى خصمه، وبيتخيل نفسه وهو بيصارع نفسه وبينزل فوق الواد ضرب بيروق عليه من الاخر. وسلطان حبيبنا بيكسب البطوله وبيفرح الهند كلها، واولهم الراعي الرسمي بتاعه بتاع الحلل اللي كان يعني خايف يخسر فلوسه. ومراته بتيجي تجري عليه وبتاخده بالحضن وبيرجعوا لبعض تاني وبيعيشوا سوا. ولاكاش كده قدر ينجح ويخلي ابوه فخور بيه، وبيرجع هو ومراته لحياته الطبيعيه تاني. وفيلمنا بيخلص لحد كده. فيلمنا اسمه سلطان للنجم سلمان خان. لو عجبك الفيلم ادعمنا بلايك واشترك في القناه ليصلك كل جديد.